بعد تعادل الهلال السعودي مع ريال مدريد، الزملكاويه واعلامهم وصفحاتهم بيشجعوا الهلال السعودي مشرف الكره العربيه. والله العظيم تعالى اقول لك ان الهلال السعودي ده الاهلي كان بيلعبه في كاس العالم للانديه بكام من نجومه، وساعتها جمهوره طلع وقال نبغي الستر، والله نبغي الستر لما شال 4. تعالى اقول لك ان اتحاد جده وبكام من نجومه في كاس العالم للانديه شال من الاهلي 3 مع الرأفه وفي السعوديه. ده الفرق ما بين الاهلي الكبير وما بين الفريق العويل اللي لبس تيشيرتات كل الفرق من باب المكايده والكره والحقد. وتعالى اقول لك، انت عارف ان انت تعبان ومحروق وموجوع، وده شيء باين جدا عليك وعلى تصرفاتك وعلى تشجيعك، شويه لصن داونز، شويه لبيراميدز، شويه للهلال السعودي. لكن انا عايز اسالك سؤال. الهلال السعودي بيقدم مباراه قويه جدا قدام ريال مدريد. الهلال السعودي فعلا بيقدم كوره مشرفه للكره العربيه، ما نقدرش ننكر الكلام ده. ولكن ممكن تقول لي انت فين من الكلام ده؟ يعني انت فين بقى اعرابك؟ يعني انت مثلا، هل انت الاهلي اللي انت شايفه ضعيف وعادي وليه راح وبيعمل ايه وده اتعادل مع فرقه كلها عواجيز بكل تاريخه ومشاركاته كاس العالم للانديه، انت فين؟ طب انت فين من الهلال السعودي؟ طب انت فين من العين الاماراتي اللي شال 5؟ طب انت فين من الترجي؟ طب انت فين من اي حاجه؟ انت فين من سان داونز اللي النجمه الوحيده على حساب على تيشيرته على حسابك على قفاك في 2016 بيتسو موسيماني ابو كف رقيق وصغير اللي اداك كف فيه 5 قبل كده؟ انت فين؟ انت موجود فين؟ هقول لك انت موجود فين. انت موجود على صفحات السوشيال ميديا، انت موجود على اعلام النادي وقناه النادي الرئيسيه، انت موجود في رموز النادي، انت موجود في مشجعين النادي بتصيح بتعيط بتدعي المظلوميه، وانت في الاخر فاشل قاعد بتتفرج على اسياد القاره وهم او اسياد القارات وهم بيلعبوا وبيمتعوا وبيجيدوا او بيخفقوا. انت في الاخر مش طرف في الموضوع، انت محلي بائس ضعيف. اخرك رحت لعبت كاس عالم، اسف رحت لعبت افتتاح ملعب كاس العالم لوسيل. وانا فاكر ساعتها هم دلوقتي انتوا بتتكلموا عن الاعلام وان الاعلام وعامل زخم للاهلي وليه الاعلام. يا عم طب روح ونشوف الاعلام هيعمل لك ايه. يعني روح ونشوف ساعتها هل الاعلام هيعمل لك نفس اللي عامله للاهلي ولا مش هيعمل لك، ساعتها نقدر نحكم. لكن انت محدش راح عشان نحكم ونقول هل اللي بيتعمل للاهلي ده استثنائي مش هيتعمل. يعني خلينا نشوف بس انت روح، انت فكر كده، انت جرب تكسب افريقيا، حاول تدوق طعمها يلا، حاول تدوق طعمها. المكسب حلو والبطولات حلوه والعالميه حلوه. انا عارف ان انت في حاجات كتير مفتقدها ومش ضايق طعمها، انا عارف، بس يلا طعمها حلو، المكسب طعمه حلو، افريقيا طعمها حلو، كاس عالم الانديه طعمه حلو. انت فايتك كتير يلا، انت فايتك كتير، انت قاعد بس تصيح وتحفل وتعيط. المهم يعني ساعتها الاعلام قال لك الزمالك رايح الافتتاح بتاع كاس بتاع استاد لوسيل، الملعب اللي هو بتاع كاس العالم اللي هيتعمل عليه مباراه الافتتاح ومباراه النهائي، وكانت مباراه مع الهلال السعودي. وراح الزمالك واعلام وقصه في مباراه وديه، يعني خسر الزمالك ورجع. وساعتها قال لك ده الهلال السعودي كان مختارنا احنا، يعني قال لك انا مش عايز غير الزمالك، هو الزمالك لازم يحضر هذا الحدث العالمي. ليه بقى؟ عرفنا بعد كده ليه. لان لما الاهلي لعب الهلال السعودي وساعتها جمهوره قال نبغي الستر عشان شال 4، ساعتها الهلال جاب الزمالك ركبه وروحه. ففهمنا بقى ساعتها هو ليه كان جايبك. هو كان جايبك عشان انت سهل، عشان انت رخيص، انت بناب وبلاش. انت اللي انا اطلبك اجيبك في مباراه وديه، انت فاهم انت بتيجي ازاي؟ بس لكن مشاركات عالميه وبناء على بطولات وعرق وتعب ومجهود، ما تعرفش عنها حاجه، ما تعرفش غير حاجه واحده بس، تقعد تقلل من مجهود ده ومن مجهود ده ومن قيمه ده ومن. طب انا بس اخر سؤال، انت دلوقتي قللت من كل الناس وشجعت كل الناس، مش ناوي تشجع فريقك يلا؟ يعني مش ناوي في يوم من الايام تقول انا بشجع الزمالك والزمالك ده راح هناك اهو، الزمالك بيلعب، الزمالك بيشارك يا عم، وشيل 10 وشيل 5 ساعتها يا عم وانا طالع احفل عليك وانت شايل 5 او شايل 10 في كاس العالم للانديه، هقول بس ما ننساش انه تعب واجتهد ووصل، اهو وصل احسن من اللي ما وصلش. لكن انت فين؟ انت فين من على الخريطه؟ انت فين من كل اللي بيحصل؟ انت فين يا عم من التطبيل الاعلامي زي انت بتقول؟ انت فين من المشاركات؟ انت فين من البطولات؟ انت فين من الافريقيا؟ الحقيقه انك حصاله، الحقيقه انك وضعك زي ما بقول لك، اعلامك، جمهورك، رموزك، كلهم قاعدين بيستغفلوك ويضحكوا عليك، وبقى وضعك وحجمك الحقيقي انك قاعد بس
تصيح وتعيط وتقول انا مظلوم، انا مقهور، الاهلي ما عملش انجاز، الاهلي ما عملش حاجه، الاهلي بيبالغ، الاهلي ما يستحقش، بس لا تملك غير هذا. وانت قاعد فين بقى؟ وانت قاعد بتتفرج على الماتشات، انا مسهرك ل4 الفجر بتتفرج على الماتشات على القهاوي او في بيتك او على موبايلك، او على MBC مصر عادي قاعد بتتفرج. ده يعني انا قاعد، هو ده دورك، ده بقى دورك في الكوره، ده دورك في الكوره بس. ورموزك واعلامك قاعدين بيضحكوا عليك بقى، بيسوحوك. ما خد بالك انت نادي بلا مدير فني، بلا صفقات، بلا لعيبه، بلا مستقبل، هو عارف هو رايح على فين، بايقاف قيد. ده وضعك الحالي. هو شغلك بقى بده، يعني هو شغلك بالاهلي في كاس العالم للانديه، في بطوله عالميه مع كبار القوم في اوروبا والعالم، وانت قاعد هنا يا عيني. هو مخليك مشغول بالاهلي وسايب ان انت تدعم فريقك وتبقى عارف مستقبل فريقك فين، وانت حتى مش عارف تكسب الكونفدراليه. ده انت في يا ابني، انت متخيل ان اللي قاعد قاعد بيختار ده، قاعد بيقيم، لا 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 الاهلي وحش، انا بشجع الهلال السعودي، لا 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 صن داونز احلى، لا لا لا, لا. ده اساسا خرج من استلمبوش فرقه مواليد 2016 من الكونفدراليه، يعني اصلا ما بيلعبش افريقيا. انت فاهم انت مين يلا؟ انت فاهم انت فين؟ انت فاهم حجمك فين؟ انت فاهم رموزك واعلامك وصفحاتك اللي بتشتغلك بالكلام العبيط ده والتصريحات الترنديه الهبله دي؟ انت فين؟ وفريقك فين؟ وانت بقيت عويل لأني درجه؟ يا راجل يا مؤمن، ده الهلال السعودي اللي انت بتقول ان انت بتشجعه ده معاه معاه 9 محترفين ولا 10 محترفين، ده غير المدير الفني، ده غير الناس اللي كانت مصابه، وبيلعب امبارح ب8 محترفين، وانت مسؤول ناديك كان رايح عايز يقلل عدد المحترفين عشان مصلحه مصر. وهنا يجي السؤال يلا، هو انت مع المصلحه بتاعت المنتخبات ولا انت مع مصلحه الانديه؟ يعني انت عاجبك الهلال السعودي، الهلال السعودي وتجربته والخطه اللي عملها لنفسه دي؟ طب ما هو الراجل ده جايب كل الفريق محترفين وبيشارك بمحترفين. اما انت ليه كنت قاعد بتعيط في اجتماع الاتحاد وبتقول مش عايز محترفين ولا له عدد المحترفين؟ انا مش لاقي اكل، انا مش لاقي ادفع، انا عليا فلوس للفيفا، انا لما بجيب لعيبه وبجيب محترفين بضطر اديهم بقيه فلوسهم شكك في الفيفا وبيرفعوا عليا قواضي وبيرفعوا قيد. انت مع مين يلا؟ انت مدلس يلا انت مدلس، انت محلي بائس مدلس عنده موارد ما بيعرفش يصرفها عشان رموزه واعلامه واداره ناديه بيضحكوا عليه عشان يبقى موقفه زي ما انت كده، بيتحفل عليك بجهلك وبتدليسك وبكرهك للاهلي. ولكن يبقى الاهلي بيلعب في كاس العالم للانديه وسط الكبار، وانت لم تملك غير التحفيل والصياح والعياط. وزي ما بقول لك صياحك طرب، اطربني. شكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم. ما تنسوش تعملوا متابعه على الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب واللايك وكومنت والشير. سلام.